اهلا وسهلا بيكم. انا برحب بيكم في بلدكم وبشكركم على استضافتكم ليا. استاذ الدكتور عبد الباقي اخو صديق عزيز، استاذ طارق عمران اخو صديق عزيز، من الناس اللي انا بعتز بيهم جدا. ومش زي ما قال الدكتور عبد الباقي ان انا بعمل لقاءات مع الناس التلفزيون. ده ما يعتبرش نجاح ليا او انجاز ليا، ولكن كل واحد ناجح في شغله او ناجح في مجاله يستحق تماما ان نمد له يد العون من كل المسؤولين وكل المحيطين به. الاستاذ الدكتور عبد الباقي لما شرفنا بالتلفزيون سجل معانا اكتر من لقاء واكتر من حلقه، استحق تقديرنا واحترامنا ليه، وادانا الفرصه ان احنا ما نقدرش نبعد عنه ولو لفتره قصيره قوي، ما نستعينش بيه في معظم البرامج التلفزيونيه اللي بيثمرنا بمعلوماته الثقافيه في التاريخ الاسلامي. وطبعا الاخ الفاضل والصديق العزيز الاستاذ طارق عمران الشاعر الكبير واخويا وصديقي العزيز اللي انا بعتز بصداقته، كثيرا ما امتعنا في البرامج الادبيه والبرامج الثقافيه. معانا مش هنقول عندنا لان احنا ما حدش شغال عند حد، احنا كلنا مع بعض ايد واحده ولازم نساعد بعض ولازم كلنا نقف مع بعض في قناه الدلتا الفضائيه او القناه الثالثه او اذاعه وسط الدلتا اللي هي اذاعه الراديو. وانا عملت معاه حوارات صحفيه اكثر من مره، وتم نشر معظم كتاباته الأدبية في أكثر من جورنال، منهم الجرائد المعارضة ومنهم الصحف الخاصة والصحف القومية. ده ردا على كلام أخويا الأستاذ الدكتور عبد الباقي. ولكن نخش في موضوع الإعلام. الإعلام النهاردة أصبح مختلف اختلاف جزئي وليس اختلاف كلي عن ما سبق، علشان ما نديش الحق لحد مش أهل ليه ونقول ان كل حاجه في البلد اتغيرت بنسبه 100% او بنسبه 360 درجه. ده ما انا اسف، ده ما حصلش بالظبط، ولكن في تغيير حصل، وان كان تغيير مش جذري ولكنه بيعتبر تغيير الى حد ما. كنا الاول قبل ما نطلع نسجل في برنامج تلفزيوني او بنتصل باحد الضيوف بنقول احنا برنامج كذا، مدة البرنامج قد كده، سياسة البرنامج بتقول كذا، وحضرتك ضيف البرنامج لمدة 10 دقايق او 15 دقيقة هتتكلم في جزئية كذا. اذا ده اللي كان الاعلام اللي موجود. كنا بنملى عليه الحاجات اللي هيطلع يقولها، وكان ناقص نقول له البس بدله لونها كذا، ويفضل لو ما جيتش لابس كرافات وتفتح القميص علشان يبان قدام الناس ان في حريه في الاعلام، وده ما كانش موجود. انا كنت متعود في شغلي في الاعلام، استاذي الاستاذ سامي سرحان انا تتلمذت على ايديه لعده سنوات، وانا بعتز بده فعلا. ايام ما كان رئيس مجلس اداره جريده صوت الوفد وشباب الوفد في منتصف التسعينات حتى عام 97. هو يعرف اكتر واحد يعرف اسلوبي في الشغل. انا راجل بحب البس جينز، بفتح صدر القميص، بشمر الكم، بشتغل بحريتي قوي حتى وانا في برامجي في التلفزيون. ما بحبش المسميات اللي انا بسميها شغل البدله والكرافته. ما بحبش اطلع في التلفزيون دايما وانا لابس عشان بحس ان انا مقيد وفي حد ورا مني شادد اللجام بتاعي، فمش هعرف اتكلم بشكل كويس ومش هعرف اقول اللي انا عاوزه بشكل جيد. دي نقطه. في نقطه ثانيه مهمه، انا بكتب على بعض الشباب اللي بيقول انا قاعد انا مستني الفرصه، وخاصه الشباب المثقف اللي بيعمل في مجال الادب او اللي بيتسم او اللي عنده حرفيه الكتابه، اللي بيقول انا ما جاتنيش الفرصه او انا هروح فين وسط الناس دي. في نجيب محفوظ وفي الابنودي وفي سين وصاد من الناس. طيب لو انا قلت كده او لو كل واحد قال الكلام ده وهو قاعد في بيته، مفيش حد هيدي، مفيش حد هينتج. اذا هتيجي علينا فتره من الزمن والناس دي بعد عمر طويل هيقابلوا ربنا. بعد كده مش هنلاقي ادب ومش هنلاقي ثقافه ومش هنلاقي فن ومش هنلاقي اي حاجه خالص، وهنحس ان احنا عايشين في ارض كما ولو كانت بور
ثقافيه. انا عن نفسي بقول ان وانا قاعد في المنتدى الثقافي في كفر شكر انا بعتز بوجودي بينكم النهارده، وانا من اول الموجودين اللي بمد ايدي لكل شاب او لكل حد محتاج انه ينمي موهبته دي، سواء كانت ادبيه او فكريه او ثقافيه او رياضيه او اعلاميه. وانا معايا مجموعه برامج تلفزيونيه ومجموعه برامج اذاعيه ومعايا اكتر من جورنال خاص اقدر اساعده واقف معاه واوصله، ومش هسيبه غير لما هو يزهق مني ويقول لي ستوب يا كابتن كفايه كده وشكرا، انا هقدر اعتمد على نفسي. الوعد ده انا قطعته على نفسي امبارح للاستاذ الدكتور عبد الباقي ومحمود بيه قنديل والاستاذ سامي سرحان، وقلت لهم ان انا دي الحاجه البسيطه قوي اللي اقدر اقدمها لاخواتي واصدقائي واهلي في كفر شكر وفي القليوبيه كلها. وانا مش غريب عن كفر شكر، انا اخوالي عيله الشرايفه وعيله السوايسه قدام المبنى ده بالظبط. من مشاكل كبيره ودي حاجه تشرفني طبعا ان انا اكون موجود في وسطكم النهارده، ومش بعرض خدمات على الناس، لا انا بقول ان انا اخوكم الصغير وانا اللي تحت امركم في اي مجال واي تخصص. وحطيت تليفوناتي للكل قبل ما امشي، واي حد عنده موهبه ادبيه او موهبه ثقافيه او موهبه رياضيه، وحد عايز لو حد عنده موهبه رياضيه وعايز يلعب في اي نادي وباب النادي مقفول، لان انا تعثرت في هذا المجال تحديدا عن 95 لما رحت العب كونغ فو في اتحاد الشرطه الرياضي في القاهره. كان بيرقص الاتحاد المصري والعربي والافريقي في كونغ فو، اللي هو سمير فؤاد كان المساعد الاول وزير الداخليه لشؤون الضباط. يومها انا افتكر الموقف بالظبط، المدرب بتاعي بعد شهر قال لي هو والدك بيشتغل ايه؟ اولا هم قبلوني لاني كان فيا ملامح ممثل سينمائي معروف صيني اسمه بروسلي، ويقال ان انا فيا شبه من يوسف منصور، وان كان ده لا يسعدني ان انا اتشبه بحد مستواه اقل مني في المستوى الرياضي او في المستوى الفكري. بناء على كده لما عرف المدرب بتاعي للاسف ان انا والدي له لواء في الداخليه، ولا انا في علاقه بتربطني بوزاره الداخليه، فطلب مني ان انا انسحب من النادي او اخرج منه واتابع او اكمل لعب رياضه في احد الانديه الثانيه بعيدا عن نادي الشرطه او نادي الداخليه، نادي الشرطه او نادي الداخليه. وكان في الفتره دي ما كان عليا غير ان انا اقبل التحدي. وبالظبط انا فاكر الموقف ده كويس، اتعرض عليا ان انا اعمل فايتنج مع ضابط شرطه اللي هو اختبار ماتش ودي، ولو خدت الاختبار دون او كسبت الشخص ده فالنادي فعلا هيقبلني. والحمد لله رب العالمين لعبت الماتش وكسبت الضابط واخترت له سنته، وبناء على ذلك قبلوني في الاتحاد. الحمد لله. ما هي واحده من كده شويه. وانا اكثر من اكثر الناس اللي تعرضت لعقبات في حياتها بسبب المؤهل الدراسي اللي كان وما زال بيعوق الكثير من الناس. انا اشتغلت في مجال الاعلام وانا لست خريج اعلام ولا انا جامعي اصلا، انا بالضبط انا مؤهل متوسط حاصل على دبلوم صنايع من ميكانيكا السيارات، ده المؤهل الدراسي بتاعي. ولكن شغلي في مجال الاعلام مش انا اللي هقول انا نجحت او انا فشلت، ولكن الحمد لله رب العالمين ما زلت موجود بين الموجودين، وان كانوا كبار انا منهم وان كانوا صغار انا منهم. ودي حاجه بتشرفني ان انا اكون في وسطكم النهارده، وانا تحت امركم ومستعد لاني اقف جنب الصغير قبل الكبير فيكم من دلوقتي لحد ما اموت ان شاء الله، حتى لو كنت هموت بعد ساعه. وشكرا لكم.